مدام اجتهادنا والفكر متاعنا ورانا المصلحة، أي المصلحة في هذا نعملوه، بما أننا نعتقد وأن الدين وجميع الأديان اتجعلت لمصلحة البشر، وبالخصوص الدين الإسلامي اللي نعتبروه صالح لكل زمان ومكان، ما يمكنش يعارض أو يعطل أو يعرقل عمل فيه تقدم وفيه رفع مستوى وفيه مدنية. قلنا نتوكلوا على الله ومنها بعد نتفهم. على كل حال الإنسان يلزم يقوم بالواجب بتاعه، لكن بالطبيعة يلزم يهيئ أكثر ما يمكن من أسباب النجاح. ثم ناس ماشي يتصادم معهم، هذا لا سبيل إليه، لا سبيل إلى نكران. هذوما مشايخ انت الحصل معناها وناس متزمتين، هذا قابلين عليه، قادمين عليه، ما عندهم فين يوصلوا، لأن نفوذهم وسمعتهم وكذا من أعمالهم وقت الحماية وتزلفهم لفرنسا وأعمالهم هذوك خلاص ما احناش خايفين منها. والفتاوي متاعهم انت الحصل معناها باش المسلمين يمشوا يحاربوا انت الحصل مع فرنسا واخيرا لقينا مكاتب اخرى لا اراكم الله مكروه معناها لاجل معناها باش يتسمى انت الحصل معناها واحد من الدمادم الكبار، الله يرحمه انت الحصل توفى من الدمادم الكبار، فهمت الله، ها على خاطر انت الحصل باش يتسمى عضو في مجلس المختلط، عضو في مجلس المختلط مباشرة من غير ما يتعدى بمرحلة العضو النايب، ما يلزم عضو نايب. أظن وعده مسيروا باش يعديه ولا قالوا مبروك، كلمة قالوا مبروك عليك نخر في الكلمة هذه، قالوا كلمة مبروك خلاص هذيك بايعة. ومنها بعد شاف نفسه تسمى مثل الحصل معناها عضو نايب، قال علاش تسموني عضو نايب بينما ثم زميل ممكن عندهم شيء، والزميل هو مازال موجود هو سي العزيز جعيد، كان عضو نايب يتسمى عضو كامل. قالوا كيفاش سي العزيز جعيد تسميوه وانا مثل الحصل لو عتني مثل الحصل انا ممكن تسميني ديريكت مباشرة عضو كامل، وهو عنده كذا وعنده دروس وانا ما عنديش وكذا واسباب، من جملتها السبب الخامس، هما 7 اسباب اللي هو يعتبر نفسه يلزم فرنسا مثل الحصل معناها تجاريه وتعامله وتسميه. السبب الاول الثاني الثالث الرابع الخامس يقول له الاعمال اللي قمتها لفايت فرنسا في المغرب الاقصى عام 1912، وقت اللي فرنسا دخلت المغرب الاقصى، هذه عندك اللي عايش هذه بتحصل معناها في عام 1912 قاموا ويشهد فيها. تنجم تسأل القنصل متاعكم في طنجة مسيو رينيو، الله اعلم شنو هي الاعمال هذه اللي استشهد بها اللي احتج بها واستشهد بالقنصل فرنسا هذا وقتك المناورات باش يدخلوا المغرب تحت الحماية الفرنسوية، بحيث الناس هذوما قادمين على كونهم ماشي يهجموا علينا وماشي يكفرونا، لكن نعرفوا عنهم فنون، لأن عندنا سمعة وعندنا تأثير وماضي ومجد تفكير وعندنا سوابق تحصل معناها. لكن الخوف من الناس البسطاء اللي على حسن نية اللي معناها تتغلب عليهم الاعتقاد القديم، بمعنى ناس وطنيين يحترموا هم تحصل معناها الدين ويعتبروا أن هذا بمعنى تابع جزء من الدين، هذا ملزومين باش نقراوا حساب، هذوما ملزومين باش نساعدوهم ونخدموهم ونقنعوهم، بمعنى حتى تطمئن قلوبهم. هذا الشيء اللي فكرت فيه الحكومة وقت اللي ساهمت وساعدت على تكوين الاتحاد القومي النسائي التونسي.
بحيث فيما يخص الزوبعة اتفقوا عليها والفتاوي اللي صدرت في جريدة الاستقلال في الحصل معناها وكذا انتهت بعد قدم تسليمهم وبعد رجعوا وندموا مثل الحصل وكذا قلنا تستمتع بقى يلزم بمعنى تهيئة الناس اللي مش يباشروا هالإصلاح هذا، زيادة على الفصول اللي كتبها الصلاة أحمد المستيري مثل حصل معناها والمحاضرات وكذا. مسألة الحكام القضاة اللي مش ينفذوه، عملنا مدة تقريبا 6 أشهر من 13 أوت إلى موافقة ديسمبر، بمعنى يستمر العمل بالقوانين القديمة. ريثما يقع تكوين ومحاضرات للحكام للقضاة باش يفهموا كيفاش يقع تطبيق القانون هذا، لا سيما وان جانب عظيم من القضاة نفسهم وما عندهم كانت ثقافة زيتونية وبيدهم هما شاكين في ان ربما هذا بيده شكون نعرف عليه بالك الدين هكا وكيفاش الهدرة هذه تحصل معناه، ثم ضميرهم ماهوش مرتاح ياسر، ضميرهم مش مرتاح ياسر، بحيث بينا لهم وأن المسألة مثل الحصل معناها هدايا تحريم منع تعدد الزوجات ما هوش كفر يا أخي، بمعنى كان شيء حلال منعناه، ما كانش شيء ضروري منها، بمعنى أمر فرض مفروض على المسلم باش يتزوج 4 يا رسول الله، عنده الحق باش يتزوج، هالحق هذا حددناه تركب عليه. كان في الدين زاد في القرآن ثم مسألة الرق العبودية، إنسان يشري إنسان ويبيعه البيع والشراء بتاع البشر، فهمتوا لا البيوض والسود وكذا موجود في القرآن، والحكم الرق والرقيق وشنو حقه ومنعناه الرق هذا من قبل من 100 سنة يساق الرق اللي هو بمعنى موجود، حاجة كانت حلال منعناه، أكثر منع الرق يكثر. الإنسان في الثنية متاعه نجم يمشي مثل حد المجعولة مثل حد المعنى باش يمشي في الثنية، يجي القانون البلدي ولا قانون البوليس مثل حد يقولوا لا امشي من هون على اليمين يسار، كيف تجي على اليسار لازم تمشي من هون على اليمين، بمعنى تحديد شيء حلال حق من حقوق البشر لفايدة المجتمع لفايدة الجماعة، عمره ما كان هدايا حرام ولا مثل حد الكفر، وقع هذا في صدر هذا، بمعنى نعرف وهذه تعرفوها سيدنا عمر في وقت من الأوقات تحصل معنا وقت الخلافة متاعه، بمعنى الغاء مسألة الزكاة، مناب الزكاة مناب المؤلفة قلوبهم في الزكاة موجود في القرآن هذا، ثم آية لا طيب هاي آية جاء عمر بن الخطاب قال لا هذيك الآية كانت وقت اللي الإسلام كان ضعيف ملزوم باش يجامل هكا وكل هكا مرمين ومنافقين نعاونوهم نعملوا روحنا ما فعلناش، يجيبوهم مثل حصل ونعطيهم بعض شيء حتى ربي مثل حصل معناها يهديهم مثل حصل ويفتح بصيرتهم، السياسة تقتضي مع ان راجل كان رئيس دولة يحب السياسة اي، لكن هالاسباب هذه اللي استنبطها عمر مش موجودة في القرآن. القرآن يعطي مناب للمؤلفة قلوبهم، قال انا نجتهد في كونه هكذا المناب هذاك مجعول للشيء الفلاني مرتبط بالظروف الفلانية، انتهت الظروف هذه انا نبطل العمل هالآية هذه. عمر بن الخطاب طيب عامل مجاعة انت حصل منها وقف الحد بتاع الحدود بتاع السرقة بدلت غير، بحيث بمعنى هدايا بيناه للناس اللي عندهم هكا شوية شكوك هكا وكذا من حكام ومن غيرهم ومن وطنيين باش يطمئن قلوبهم وقلوبهم، وبينا لهم عاد فضل القانون الجديد الحصل وما يترتب عليه من رفع مستوى المرأة والشعور بالمسؤولية في الحصل معناها ومساهمتها في الأعمال وفي المجتمع في الحصل وفي التطور الاجتماعي وقوة الدولة في الحصل وازدهارها إلى آخره. طيب هذه أمور مشاهدة
في التنفيذ تجي مشاكل هكا مثل خاطر وزير العدل يعطي بيانات، لكن ابقاء مسألة تهيئة الشعب بمعنى الإصلاح، لا سيما إذا كان يكون يسبق جانب عظيم من الأدمغة نتاع البشر اللي مش يتسلط عليهم، بمعنى ان افانس، بمعنى سابق لما تتقبله هو إصلاح. كيف هذا؟ ثم عقول تتقبل وتفهم اللي من قبل فكر في هالشيء هذا، لكن ثم جانب عظيم مازال. ثم الناس يقول لك لا، حتى لين تترقى الناس وتتقدم وتتثقف وتقرا وعندي شاهد وكذا صلها باش نعملوا القانون هذا باش يكون منسجم بحسب معناها مع الوضعيه نتاع الشعب ومعطيات بحسب معناها الشعب. يقولوا لا، اذا كان مش نمر في الحاله هذه تحب لنا قرون، لان المضره قاعده تتوارث شيئا فشيئا. القانون الثوري اللي فيه انقلاب، اللي يحب يدفع المجتمع خطوه قفزه الى الامام، بمعنى يقتصر، يكفي كون يكون منسجم مع اقليه مفكره تعرف الاتجاه، تعرف سنه التاريخ، تعرف في الماشيه، بمعنى تصدرك القانون هذاك. لكن القانون هذاك يدز الشعب، يدزه الى الامام، يزيد في السرعه متاع التقدم، يسهل على الشعب، يوريه الطريق، لا سيما اذا كانت تهيئ الاسباب وتكون له الدعايه وتكون له تحصل معناها تبديل سلم القيم بدعايه مضبوطه اللي تقصر في هاك المده هذيك اللي ما بين الحاله الراهنه اللي موجود فيها الشعب وما بين المستقبل الزاهر اللي يتمنوه. فيما يخص حق الانتخاب، هو الانتاج كل كبار الرجال كلهما بمعنى قادرين، بمعنى واعين لدرجة اللي يعرفوا يتحطوا ويضبطوا ويعملوا ويتصرفوا في الحق هذا على الوجه الصحيح، على الوجه الأكمل. لا أبدا، بمعنى القانون يقفز، يسبق في بعض الأحيان، لكن وقت اللي يسبق يكركر الناس اللي قاعدوا التالي، يدزهم، شيء يكركر وشيء يدز شيئا فشيئا حتى لين بمعنى في الفترة هذيك الانتقالية بمعنى تكون أكثر ما يمكن. هذا ما وقع فيما يخص جميع الإصلاحات اللي عملناها لتحرير المرأة، لرفع مستوى المرأة.